دابا لك هادشي عندك ما ديري، عندك ما ديري، دابا يفرج ربي عندك ما ديري. غيفرج سيدي ربي، دابا يفرج. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نتواجد مدينة القنيطرة، تلقي اتصال من عند هاجار 23 سنة. العائلة ديال الوالدين ديالها نواحي الخميسات، كتب لها ربي تزوجات، عندها جوج وليدات في قنيطرة. الزوج ديالها كيخدم كورتي يمكن ديال الكيران، عايشة في واحد البويت في السطح وصابرة الحمد لله على كل حال. البنات حنانات في خواتاتهم، عندها اختها الصغيرة اللي هي خديجة، هي هادي اللي كاينة حدايا الآن، عندها 14 سنة، ما قرات ما والو. قالت نجيبها معايا ونشوف كيفاش نساعدها تقرا هنا في قنيطرة. حوالي شهرين، والبارح صدمة طول العمر. داكشي اللي اكتشفات وتزاد كبرت الصدمة، لقات اختها حاملة. تبعوا معايا اختي هاد القصة، لا اله الا الله. عاودي لي من الاول شكون هي هاجر. اخوتي السلام عليكم. انا لقيت راجلي ناعس ليا مع اختي. انا مزوجه به وعندي جوج وليدات. انا عشت معاه، ما كنتش كيطيح ليا في بالي انه غيدير لي هذا الشيء هذا. كنت ناعس ليا مع اختي في الفراش، ضربتني الفيقه، لقيت اخوتي ناس حدا اختي في الفراش، ناس حداها، وانا عايشه في بيتها، في بيت في السطح كاريه ب 14,000 ريال. دابا خوتي ضاعوا، ولادي ضاعوا، كلشي ضاع ليا. انا وليدي ما قبلوهاش ليا، فين غنديها؟ شنو غندير لها؟ ما عندي ما ندير لها. غنمشي انا وياها نشرب في الزاقي، ما عندي ما ندير. يا اختي دابا حامله، فين نديها؟ ولديها ما قبلوهاش، هو راه تشدو. اش ندير ربي؟ اش ندير؟ عندي ما ندير، عاونوني. غنمشي انا وياك، انا عرفتك متوتر، غنمشي انا وياك بشويه. دابا هادشي وقع اول البارح ياك؟ عاودي لي بالليل اش وقع. جوج معايا خويا، نط بالليل ضربتني الفيقه، نط غادا نشرب الماء، لقيت راجلي ناعس مع اختي. فين؟ لا ولاتي وسيري معايا بشويه باش نفهموا. قلتي انت عندك بيت في السطح. كيفاش؟ فين كان هو وياها؟ كان هو ويا حد عنده واحد المريحه هكا بالقصدير، بحال قول كوزينه، كانت كتنعس فيه. هي نض ليها بالليل، نعس معاها. لقيت اختي عريانه، السروال واصل الرجلين، وهو لابس الشورت حداها بجنبها ناعس معاها. من ديت اختي ديتها للسبيطار، لقيتها حامله، عندها شهرين، حامله بشهرين. انت يلا جبتيها من البلاد؟ انا جبتها مشيت لدارنا، ولقيت اختي جالسه في دار ما كتقرا ما كدير حتى حاجه. قلت نجيبها تريح معايا بلا ما نخليها تما، كي نجيبها تريح معايا، ندير لها تكوين ولا شي حاجه. تصدمت هاد الصدمه هادي، ما كانتش ليا على البال. هو ملي لقيتيه هو اش قال لك؟ اش كيقول؟ كاين كيقول انا ما درت والو، خلاني ديت بنتي للمدرسه وما ضهرب. وهي كتقول لك اختي تعدى عليا، انا ما نقدرش نقول لاختي ولا نقول لوالديا، ما قدرتش. ولكن راه شهرين، ما عمرها جات شكات لك؟ ما عمرها جات قالت ما قدراتش تقول لي، خافت منه، حيت هو كان كيهددها، كنقول لها قلتي لاختك راه ما غاديش تثيق بيك، وراه انت اللي غادي تضيعي، ما تقوليش لاختك. هو اللي كان كيهددها خويا، هو اللي كان كيهددها. هادشي اللي عطا الله. عندي دابا جوج بنات، غنخرج انا وياهم من الزنقه. انا دابا راه موات الدار جرات عليا من الدار، غنخرج نبات انا وياها. الماكله طافت، الخبز ما عنديش باش ناكل، ما عندي ما ناكل. دابا صافي انا وياهم وهاد الولد وهاد الشيء وبناتي مشردين تزناقي. والديك شنو قالوا لك؟ ولدي نكروها، ما بغاوهاش. شنو غادي ندير؟ ما بغاوهاش. دابا هادي اختك صغيره ولا الضره دابا حامله؟ ولا درتي مع راجلي، ولا درتي. المنكر هذا، المنكر سيدي ربي، منكر. واخا نبقى معك. مشاهدينا الكرام، غادي نكون في اسئله قصيره. كيفاش وقع لك خديجه هادشي؟ هو تعدى عليا، انا ما كنت باغا وهو كان تيبزز عليا، وما قدرتيش تقولي لاختك؟ لا كنت خايفه لا تزوج، تيبقى يهددني، تيقولي ما تقولي حتى حاجه، ولا قلت له ندير لك حتى حاجه. صافي وبقيت انا ساكته حتى وقع ليا هاد المشكل هذا. انا ماشي خاطره باش وقع ليا. ربي انت مشيتي ديتي للطبيب؟ ديتها للطبيب ودرت لها شهاده طبيه. قالت لي السيد عايش هو ومراته. قلت لها عايش هو ومراته، والسيده حامله بشهرين. قالت لي الطبيبه دابا راه كلشي طلع ليهم دابا. العلامات ديال الحمال ما كانوش فيها ابدا اخويا. واش كانت فيها شي حاجه؟ السيده دابا ولات ضرتي، انا ولات ناعسه ليا مع راجلي. انا دابا انا بقات ليا غنموت، هي اللي ما درتش. بالعكس انت تبارك الله مؤمنه بربي،
وهذا الشيطان كيكون هادشي كاين. يعني كيفاش انت تساعدينا باش هاد البنيه هادي ما تضيعش؟ ما كاين حتى شي حل اخويا، ما كاين حتى شي حاجه. ما نفكر شنو شنو دابا غتشرد، غتمشي للزنقه ولا غتمشي. هو راجلك مشى عند البوليس؟ مشى عند البوليس اليوم، عاد مشى هذيك النهار ديال الجمعه كان ناض وهرب، مشى غبر هرب. حتى اليوم عيطوا لي قالوا لي اجي نتفاهموا وجا. حيت ديتها انا في الصباح قالوا لي جيبي نهار الاثنين، جبتها صافي ديتها اليوم. ديتها لهم اخوتي، ديتها لهم. شندير بكيت تنشفت من الدموع، بكيت تنشفت من الدموع. مبقى ليا فين نخرج دمعه. هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عطا الله، ما ديما ندير. الام ديالك اش تقول فهادشي؟ امي مريضه، امي راه معاقه، مارسه من رجليها. كيما دير ليها؟ ما عادش امي كدير ليها، واخا تشدها ما تشداش امي، ما عندهاش كدير. شنو قالوا لك دابا على هاد الواقع هادي؟ وقلتي لهم انت راه باقا صغيره، راه عددها واخا قلت لهم كلشي، قلت لهم راه باقا صغيره، دار ليها ما دار ليها، راه شدوه وسكتوا. واش داروا؟ ما داروا لها حتى شي حاجه اخويا، ما داروا لها حتى شي حاجه. صيفطوها معايا قالوا لي ديها حتى الغدا وصافي. هادشي اللي قالوا. حتى نهار الاربعاء تكون عندها الجلسه صافي. هادشي اللي قالوا. وهو شنو كيقول لك هو قبل ما يتشد؟ هو ناكر اخويا، ناكر. ولكن دابا خلي دابا العناوين. ناكر فهمناها. انت قلتي لقيتيه ما يسمى ما يتسمى بالتلبوس، لقيتي. ايوا دابا كنتي كيفاش كيجاوبك عليه؟ حصلته نعس معاها في الفراش. ملي غتقولي هادشي باش كيجاوبك؟ تيقول لك لا ما كاين والو. كيفاش؟ ما دايرش، انا ما داير. هو لقيتو ناعس حداها في الفراش، متكي هو من هكا وهي من هكايا. شنو يبان لي ما ندير، هو اللي ندير. نطلب ربي يدير شي تاويل للخير. هادشي اللي كنطلب. نطلب ربي يدير تاويل الخير ويدير تاويل الخير. هاد البنت والولاد راه غيتشردوا في الزناقه، نولي نبات انا وياهم في الزناقي غنوليو نباتو. دابا هاديك البيت قالوا لك تخوي ولا كيفاش؟ هي موت الدار تخرجيه بحالك، ميمكنش هادشي واقع في داري ونخليك عايشه. انا صافي دابا غنمشي انا ولادي للزنقه. انت ما خداماش؟ ما خدامه ما ردامه، انا الدار وبنتي عندها 3 سنين وبنتي عندها 7 سنين في المدرسه. شكون اللي غيشدهم لي؟ ما كاينش اللي غيشدهم ليا. غنمشي انا وياهم للزنقه صافي. ويوم الزنقه نجلس انا وياهم اخويا بالزنقه نطالبو. هادشي اللي بان ليا، ما بان ليا حتى شي حاجه. شنو غادي ندير؟ عييت ما نغوت ونتمنى. اش غندير؟ وبقى ليا جهد اخويا. شنو غادي ندير؟ ما كاين حتى شي حل. عييت نفكر، عييت ندير، ما لقيت حتى شي حل. شنو غادي ندير؟ بنتي عندها 3 سنين ما عنديش حتى فين نحطها، وكندير لبنتي عندها 7 سنين. ما عنديش اخويا، ما عنديش حتى اللي يعاونني، ما كاينش. شنو غادي ندير؟ ما والو. حيت ما نفكر ما كاين حتى شي حل. كيما كان الحال كتبقى اختك ما عندك ما ديري لها، غير لها هاد الزنقه انت كنفصلوا على الشماكيه. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. وجو كيما شردنا الله يجازي ربي يشردو. ما عيطوش لك عائلته هو؟ عيطوا لي قالوا لي نديروا لها الكورطاج وسكتي. يديروا لها الكورطاج وسكتي ونحيدوا ليها صافي. ورجعوا ولادو بهاد البساطه، بغاو يحيدوا لها صافي ويتفكوا ويمشي هو ما يدخلش للحبس ويبقاو هانين صافي. قالك هي ترجع لدارهم. هادشي اللي كيقولوا لي. مشيتي انت عند رجال الامن؟ مشيت عند البوليس. هذيك الليله ديت لها ديت شهاده طبيه، مشيت عندهم ديتها ليهم وصاوبوا لها الدوسي، كتبوا لها كلشي فيه، بقاو كيسولوا كلشي كتبوا فيه وصافي. واليوم قالوا لي اثنين ترجعي، ورجعت اثنين اليوم. اثنين بقاو جا اليوم بحثوا معاها قالوا لك صافي حتى الاربعاء ويتقدموا. طبعا كنتسناو الاربعاء نشوفوا شنو يقولوا لنا وشنو يديروا معاهم. وما انا اختي راه مشرده، هو غادي للحبس واختي في التشرد. لا انا لا هي لا ولادي صافي. دابا حتى داك الوجه باش تمشي عند والديك انت ما كاينش. هي لا مشات عند والديها غيقتلوها اخويا، غيقتلوها ويدفنوها. ويلي هو ما مقبلاش مع راجل اختك. وكان شي واحد بعيد تلقى الدواء، وانا مع راجل اختك ما كاينش الحل اخويا، ما كاينش الحل. ولكن هذا الراجل اختك انت ما عمرك شكيتي قبل؟ قلتي دابا حامله بشهرين. ما عمري شكيت ولا كنطيح لي على بالي غيدير هادشي غنجيبها عندي اخويا. نفس السؤال، كيفاش كيتعامل معاك هو؟ راه غنفهم انا الميساج والناس غتفهم الرساله. كيفاش كيتعامل معاك وانتم عندكم غابيت وكوزينه ياك؟ كيفاش كيتعامل معاك واختك كاينه تما؟ كان تيضحك معايا، تحسب انا ضحك، راه هو اللي كان تيجي عندي. فاش في الليل؟ صافي وبقى تيجي عندي وبقى تيدير لي داك الشي خايب. نفس السؤال، شرحي لي انت دابا حاضي عندك غابيت وقلتي انت كوزينه، واش من توقيت كيمشي هو؟ خليني تتنعس بالليل مع الفجر. انا عندي بنتي كتقرا مع السبع، ما يمكنش غنبقى سهرانه حتى الفجر.
ما يمكنش لي غنقصر انا تلجر كنعس الناس باش نوض مع بنتي كيخليني حتى تنقر كيعرفني غارقه في الناس وكينوض عند اختي. هذيك الليله كون ما ضربتنيش الفيقه ما كنتش نحصلو ما كناش نسيقوا الخبر كاع على هذا الشيء هذا. تعدى عليا انا خليت لي الله ياخذ فيه الحق، تعدى عليا وعليها ما خليت لي صدر ربي ياخذ فيه الحق صافي خليت لي ربي. الله يفرج عليك يا رب. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصة خديجة 14 سنة. لحظة من اللحظات جابت أختها لمدينة القنيطرة من العروبية ديال والديهم نواحي الخميسات لأجل أنه تساعدها وتقلب لها في شي تكوين، ولكن من له رأي آخر، استغلال. الأمور واضحة، 14 سنة وحاملة شهرين، كارثة بكل المقاييس. دابا ولا حتى كبروا ولادي غيتعقدوا ليا شنو مع راجل خالتك والده مع باكم ما يمكنش. كبروا ولادي غيتعقدوا غيمرضوا، ولادي لا عاشوا مع هادشي غيمرضوا. شوف باقا هي صغيرة، انا ولادي غيتشردوا بزاف. وهاد تصنتي ليا باقا هي صغيرة، والله سبحانه وتعالى غادي يدير شي تاويل. وكاين امور اخرى مشاهدينا الكرام. هذا هو واقع الحال ديال الملف الان، ما كان فين كنتصوروا. هو هاد السيده هادي عندها واحد صاحبتها اللي كتلاقى مع حدا المدرسه في كدي بنتها، هي اللي جابتها عندها للمنزل هنا. والزوج ديال هاد السيده هادي، الزوج يعني ديال الصديقه ديالها، هو اللي غادي يدوز معايا في الفيديو غادي يشرح لي امور صادمه في هاد الملف. هاد السيده خبزه هي الاخرى ما عندهاش، والله ما عندها باش تشوطها في الطاكسي، ما عندها حتى ما تاكل. جالسه بالجوع انا وولدي. دابا راه كنطلب راه الناس اللي كيتعاونوا مع واحد كيعطيني 1000 ريال، واحد كيعطيني 2000. البنت اللي قال لي عطاتني 2000 باش مشيت نوكل بنت. هذيك الشيء طبيه راه طلبت الناس عاد داروا عليها، ما درت حتى حاجه، ما عنديش. خلي الكرا راه نخرج غدا نهار الاربعاء، راه غنخرج نهار الاربعاء كاين واحد ولا مع الخميس. حتى الاخوه ديالها في صفوف الذكور صغار، هذه هي الكبيره مسكينه تما. مشاهدينا الكرام، النداء الاول ونتمنى جمعية اللي تبارك الله من التجربة ما يكفي ومهتمة بهذه الملفات، هي جمعية إنصاف الدار البيضاء. أرجوكم لوجه الله بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع يوصل لجمعية إنصاف اللي أطر ديالها تبارك الله وكيعرفوني شخصيا، وحضرت وكنت غطيت تبارك الله الأنشطة ديالهم كيفاش نستروا هذه البنية. السؤال المطروح، شنو ذنب هادي قاصر صغيرة 13 سنة قالت لي كنخاف منه، هي طلعت حاملة. رجال الأمن في قنيطرة اللي يتناول الرأي العام أكثر في الموضوع قايمين بالواجب، وهناك مجموعة من المعطيات اللي وصلتنا، ولكن كما عودتكم دائما لا يمكن أننا نتكلموا في سرية البحث حفاظا على السرية حتى تكمل. هذا جانب. يلقى الجانب الثاني، طلبنا جمعية إنصاف نحتضنوا هذه البنت، غادي نمشي للجانب القانوني اللي عندي فيه الثقة ورجل المواقف الصعبة والله العظيم، أستاذ الناعمي ليزيد محامي بهيئة الدار البيضاء دفاع كنزة. أرجوك لوجه الله والله العظيم إلا كنوجه لك هذا النداء إنسانيا بدون أن أستشير، بحكم الصداقة وبحكم الطيبوبة ديالك. بعد غدا عندهم التقديم، ما يضيعش الحق ديال هذه البنية. هذا جانب. كما هناك مجموعة من التطورات راه ملي غيكملوا الأبحاث غتكون على اطلاع. هذا جانب. يبقى الجانب الأخير هو أهم الأشياء في هذا الموضوع كذلك، هو الدعم للمغاربة لهذه العائلة. والله العظيم إلا كان ريابيت وغادي تمشي للشارع فين غتمشيو جوج بنيتات، وهذوك البنيتات اللي عندهم تبارك الله آية في الجمال صغيورين وشتهم ما عندهاش فين غتصد. هذا جانب مهم. مشاهدينا الكرام، سوف أضع رقم الهاتف ديال هاجر اللي في لحظة من اللحظات جابت اختها باش تعاونها، ولكن الزوج ديالها رأي آخر، هي حصلاته. والكارثة في الأمر مشات تقلب البنية لقاتها حاملة. أصعب الأشياء. أنا قلت أصغر أم في المغرب نفس الملف يتكرر. كيفاش نساعدوا هذه البنية ما تأثرش نفسانيا؟ هذه ما عندها حتى شي ذنب، هذه قاصر ما عارفة والو، واللي هما مولين العقل القانون هو اللي غادي يعرف يتعامل معاهم. هو الآن في ضيافة رجال الأمن والأبحاث لا زالت جارية. ممكن تكون مجموعة من المعطيات في هذا الملف، ويبقى الدور رجال الأمن ولنا الثقة في أمن القنيطرة. عشنا معهم ملف ديال أعتقد ديال أكرم، وتبارك الله داروا مجهود وحاولوا ما أمكن في جميع الأماكن
وكذلك التنسيق ديالهم والدعم ديال المغاربه اللي لقاو اكرم في مراكش، لان الثقه في امن ديال قنيطره صراحه اللي تيبين الحقيقه في الموضوع. هذا جانب مهم. مشاهدينا الكرام، ارجوكم لوجه الله والله العظيم لا كنقول لكم من القلب كما عودتكم دائما، لا صله لي بالمال، وسوف ابقى ان شاء الله متتبع لهذا الملف. المعامله تكون بين المحسن وذاك المحتاج. نساعدوا هذه الاخت، هذا الوجه باش تمشي عند والديها راه ما كاينش. هذه راه قالت لك الناس ديال العقليه ديال العروبيه، قالت لك ما يوصلوا قالت لك هذه ما توصلهمش، ما يشوفوهاش لا بوها لا امها لا خوتها. نحن الان في وضع صعب، ولكن يد الله مع الجماعه، قادرين المغاربه وكذلك المؤسسه الحقوقيه والجمعيه الملمه بهذه الملفات، انصاف والدار البيضاء والاطار القانوني. واستاذ الناعم اليزيد وحبيب الدار البيضاء يدخل على الخط باش نساعدوا هذه البنيه ما تضيعش. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في هذه القناة هذه. ما تنساوش اللايك والبارطاج. شفتوا هاد السيدة هذه اللي الراجل ديالها متعدى على الأخت ديالها، باش تشوفوا الإنسان ما بقاش يخاف من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مجوج وعنده وليدات، وهاد البنت هذه اللي خت المدام ديالو اللي جات من البادية من العروبية، جات باش ما تريح مع الأخت ديالها، ولكن أخت وتكتشف اخت والاخت ديالها حامله بشهرين. وهاد البنت هذه شحال عندها من عام و14 سنه، مازال بنت صغيره، تعدى عليها وخرج ليها على الحياه ديالها. عليها الخوت اي واحد يرد البال لولادو ولبناتو، ما ديروا الثقه في حتى واحد. هاد الزمان هذا اللي ولا خطير بزاف، هاد الزمان اللي ولا الانسان بحال الديب، الانسان ولا بحال الديب، ما بقاش الثقه، ما بقاش الانسان يشوف بنت صغيره ويقول هذه بحال بنتي ولا لا، ما بقاش الثقه الخوت. علاش نقول لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو جديد. وما تنساوش تشتركوا في القناه واللايك والبارطاج باش ديما ان شاء الله نبقى نحط لكم من جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.